أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في أولى فقراتنا، وبنتكلم عن موضوع ممكن نكون اتكلمنا فيه، لكن ضيفتي ضيفة متميزة عندها من الغزارة من المعلومات اللي ممكن تضيف لنا ومعلومات أكتر عشان نعرف شم النسيم اللي النهاردة بنحتفل بيه أصله إيه، وإيه اللي كانوا بيعملوه قدمائنا المصريين في ذلك اليوم. بيسعدني تكون ضيفتي الكريمة اليوم دكتورة عزة سليمان، باحثة في الحضارة المصرية القديمة ومنورة بإطلالة ربيعية جميلة. ميرسي لحضرتك، منوراني. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه وكل سنه وحضرتك طيبه يا رب دايما. يا رب وان شاء الله يا رب دايما، يعني آلاف تانية من السنين جايه بنحتفل بنفس العيد اللي محافظ على الهويه المصريه. أكيد. الهويه الحضاريه. تمام. عيد البهجه، عيد الفرحه، عيد اللمه. يعني عيد جميل بكل المقاييس. فعلا هو عيد مبهج وعيد فيه حاجات جميله، كفايه الالوان، الزهور المختلفه، كفايه لمه العيله، كفايه حاجات كتير قوي، وان ده من آلاف السنين. هنرجع تاني ونقول التسميه شم النسيم واتحرفت، هي ما كانش اصلها كده شم النسيم، كان ليها اسم تاني وبعدين اتحرف، بقينا عندنا وصل بقى عندنا شم النسيم. لا، هو طول عمره اسمه شم النسيم، اللي هو اصله في الفراعنه كان شم، وبعد شم النسيم. هو طول عمره اسمه شم النسيم، دي كلمات مصريه فرعونيه. تمام. هو يعني احنا سمينا الشم دي جايه من اسم فصل شمو، اللي هو فصل الصيف في مصر الفرعونيه. وشمو في مصر الفرعونيه معناه البعث والخلق الجديد والميلاد الجديد، لان العيد ده تحديدا هو معناه عندنا في مصر الفرعونيه الميلاد الجديد، ميلاد لمصر ولكل المصريين. الله. بكل معنى الكلمه، يعني احنا كلنا اولاد النهارده بننسى كل احزاننا، امل جديد، حياه جديده، لانه لما هنفهم معاني العيد احنا لانه مرتبط طبعا بحصاد القمح اساسا، يعني العيد ده هو عيد حصاد القمح. تمام. وعشان كده لما احنا بنحصد قمحنا احنا كاننا بتترد لنا روحنا، كاننا بنتولد من جديد بكل معنى الكلمه. فلو حضرتك هتنزلي الغيطان في فصل الصيف هتلاقي فعلا هتشمي كأن يعني الجو كله متعطر. مثلا لو مشيتي جنب شجر برتقان مثلا، هو ليه ورده ياسمين، هتشمي كأن فعلا الريحه ملفتة جدا ومبهجه جدا جدا جدا، وجو كله ياسمين، يعني حلوه قوي. فمن هنا بقى ملفت قوي، يعني حاسه الشم اتسمت على اسم فصل شمو. هي اللغه في البدايه كانت بسيطه جدا، انت بتجيبي المعنى الاساسي، المعاني الاساسيه، وبتقولي تاخدي منها جزء منها، تغيري حرف تقولي انا هسمي ده كذا. فشم جت من شمو. كمان جت منها شمس على فكره. لانه الشمس يعني لو قلنا بقى معناها، هي احنا دلوقتي بتدينا ايحاء بالحراره الشديده، ولكن شمس معناها ليها علاقه بالميلاد الجديد والامل الجديد وولاده يوم جديد على فكره. دي كانت في مصر الفرعونيه. فده ده كلمه شم. النسيم بقى هي من جزئين، الان معناها بتاع، السيم اللي هو الزرع، الورد والزرع وكل الزراعات اللي احنا بنزرعها. فده اصل، ده معنى كلمه شم النسيم ببساطه جدا. جميل وببساطه. هي طريقه حضرتك جميله في عرض حاجات ممكن تكون مر عليها آلاف السنين، لكن حضرتك بتعرفي تقربيها من خلال معلوماتك. اختيارهم هنا اختيار اللي هو ده الاحتفال النهارده بعيد شم النسيم، وان هو بيلي كمان يعني بعد كده سنوات لما جه المسيحيه دخلت مصر، وعيد القيامه المجيد يوم الاحد، ويوم الاثنين عيد شم النسيم. يعني لو ركزنا الناحيه التاريخيه هنلاقي ان عيد شم النسيم ازاي، لان في ناس كتير قوي ما بتعرفش ليه بتحدد ميعاده بالطريقه دي. شم النسيم في مصر الفرعونيه لازم يكون في شهر رنوده او رنوته، هو قايم على التقويم الشمسي والقمري. يعني ايه؟ هو لازم يكون في شهر شمسي اللي هو شهر رنوده، الشهور المصريه احنا اول تقويم في تاريخ البشريه. شهر رنوده او رنوته، الت والدال حروف تبادليه، فده معناه الهه الحصاد. يعني تتقال رنوده او رنوته او رنوته بالت او بالدال، لانه الاثنين حروف تبادليه. فده الهه الحصاد في مصر الفرعونيه، المرتبطه بحصاد اهم زرع عندنا اللي هي القمح، اللي هو مرتبطه بالعيد شم النسيم تحديدا. احنا
كنا شمسي بمعنى ايه عشان نقرب المعلومه اكتر، يعني ايه احنا في شهر مايو. تمام. احنا كل سنه لازم يجي شهر مايو في نفس الميعاد، ما ينفعش ما يحصلش ان شهر مايو ممكن يجي صيف او شتاء او لا، هو نفس الميعاد. فالشهر الشمسي ده معنى الشهر الشمسي. شهر قمري احنا العيد ده مرتبط بالقمر كمان. ليه هنتكلم ليه؟ لازم القمر يكون بعد ما القمر يكون بدر. ليه بقى؟ لانه لو هتشوفي الاول هو في جانب ديني وجانب منفعي. دايما الديانه المصريه كانت مرتبطه بمصالح مصر الاقتصاديه. فهتلاقي انه طيب انت في شم النسيم ده انت بتنزلي تحتفي. طبعا الاهم من عيد شم النسيم نفسه هو اليوم اللي قبله اللي هو وقفه القمح. احنا بالنسبه لنا ده يوم عيد الوقفه الكبيره للقمح. القمح يقف وقفته كبيره يعني ايه؟ يعني ان هو بيديني اعلى محصول ممكن، وفي نفس الوقت ان انا لو سبته بعد كده ممكن يتحرق مني المحصول، باظ يعني جوعنا طول السنه ضعنا يعني. فالفرحه الكبيره والعيد الكبير هو يوم الوقفه اللي هي تحق لنا بعد كده ان احنا نفرح، ان احنا ننزل نعيد ونتبسط ونغني وكده. غير كده انت هتفرحي ليه يعني؟ فمفيش معنى للفرحه. طيب انت العيد دايما عندنا في مصر الفرعونيه هو الليله والنهار. يعني انت بتحتفلي قبلها بالليله زي ما كان بيحصل في بورسعيد. هتلاقي ليله شم النسيم هتلاقي الدنيا كلها فرحه وبهجه، وفي لسه موجودين لغايه النهارده. والحرايق وعرايس وحاجات حلوه كتير قوي. احنا الاحتفال هو في الليله. طيب احنا في مصر الفرعونيه هننزل نحتفل الليله. طيب الليله انت ما كانش عندك اعمده نور بقى هينوروا لك الشوارع ولا كده، فانت كنت محتاجه جدا ان القمر يبقى بدر علشان ينور لك الدنيا. جميل. فعلشان كده انت العيد بيتغير حسب القمر هيبقى بدر امتى. فلازم تشوفي الدنيا حواليكي شكلها ايه، في خطر، في بتاع، نشوف بعض، نشتغل، نحتفل. فتاني يوم برضو شم النسيم احنا كان الاحتفال بالوقفه، وقفه القمح، وطبعا ليها علاقه بقيامه الرب أزير اللي هو كنا بنعتبره رب القمح نفسه، ان هو نفسه قمح. فبعد كده بنحتفل. نعم، أزير الرب، أزير اللي هو أوزوريس. أزير هو أوزوريس. تمام. هو كان رب مصر ورب القمح تحديدا يعني، ورب البذور والى اخره. فكنا نحتفل بقيامته وقيامه القمح، وبعدين شم النسيم نحتفل بيه بقى زي ما هنحكي. ولكن الفكره بقول ليه القمر بدر؟ لانه احنا بنخلص الاحتفال بشم النسيم وما بنروحش، بننزل الغيطان، ما بنروحش بيوتنا الا لما بنكون حصدنا القمح وشوينا الحاجات ودينا امنا اكلنا وامنا وجزء هناخده اللي بيزرع بياخد جزء بيشونه في بيته، وجزء تاني لازم يتشون في مخازن الحكومه، ده مخازن الدوله. طيب انت هتبقي موجوده مده طويله في الغيط، انت محتاجه الدنيا تبقى منوره، فلازم كنا نستنى القمر بدر. طبعا القصه الدينيه بسرعه كده كان ليها علاقه انه قصه ايزيس واوزوريس، انه ازاي لما احنا كنا مؤمنين بان الخلق بدا بالاربع، خلق البشر بدا باربع اخوات اللي هو الاختين ايزيس ونفتيس اللي هي بقت نفيسه، واوزوريس وست اللي هم الولاد. اوزوريس اتجوز ايزيس فاخوهم اتغاظ فقتل اوزوريس اللي هو اوزير وقطعه ووزعه على هو وزعه على فكره الاول خالص البدايه كان مصر 13 مقاطعه او محافظه، فوزعوا على 13 مقاطعه. وعلى فكره بالمناسبه الاماكن دي اسمها لغايه النهارده اللي هي ابو السير، اللي هي بو السير اللي هو بو اوزير، اللي هو كان فيها حته من جسم اوزوريس. ايوه. فالفكره وانا حابه احكي يمكن حاجه جديده، انه عبقريه الفكر المصري، عبقريه اجدادنا حاجه يعني تخلي واحد جسمه اشعر. انت هو شوفي بيقول لك ازاي ان هو دايما مصر تبقى واحده واقفه على رجليها بقوه. فانت طبعا الدين لازم انت تبقي ملتزمه بيه جدا. اوزوريس رب مصر، فانت لازم تحترمي كل حاجه ليها علاقه بيه. فاحنا دلوقتي هو قطع جسمه 13 مقاطعه. طيب هو نفسه البذره، بذره القمح اللي بنغرسها في الارض، لما كل ما تقوم وتخضر هو كانه هو نفسه بيقوم من الارض، هو ذاته بيقوم لغايه تيجي بقى لغايه وقفه الوقفه الكبيره
الكبيره اللي هي قبل شم النسيم يقف خالص عشان نحصده بقى عشان الحصاد دي تمام. طيب هو كل ما بيقوم والزرع كل ما بيقوم القمح تحديدا كانه جسمه كله وهو بيمثل ارض مصر جسمه كله بيلتحم مع بعض. يعني هم عايزين يقولوا لنا ان مصر كلها ارض مصر كلها بتتوحد ومصر كلها النهارده حاجه واحده. الله. كلنا كيان واحد كلنا واحد. فكر محب للحياه ومحب للارض اللي هم بيقدروها وبيقدسوها. فصول السنه في مصر القديمه كانت 3 فصول؟ كانت 3 فصول. هي فصل الشمو اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي بيبدا 21 مارس واللي هو 21 مارس هو برمهيات واللي هو فصل الحصاد اساسا. يعني بنبدا نحصد الحاجات الصغيره وهو مارس هو برمهات عشان كده بنقول روح الغيط وهات. برمهات روح الغيط وهات. الله. فبنبدا نحصد تدريجيا المحاصيل زي الثوم والبصل وبعد كده لغايه ما نحصد القمح. ده شهر شمو. بعد كده بنيجي في الخريف اللي هو أخت وبعد كده بنيجي شهر برد أو برد الاثنين الدال والتاء. ده جاي من البرد بقى ولا ايه؟ اللي هو البرد. جاي منه كلمة برد. بردت يعني الدنيا بردت. جميل. فدي فصول السنة في مصر القديمة. طيب المظاهر الاحتفال قديما وايه اللي احنا ما زلنا محافظين عليه لغايه دلوقتي؟ احنا محافظين على اللمه الحلوه، على الاكله الحلوه. كل الاكل تقريبا اللي احنا كنا بناكله في مصر الفرعونيه هو نفس الاكل اللي بناكله من الاف السنين. تمام. طبعا يعني لو اتكلمنا عن كل اكله ولانه مرتبطه برضو بمصالح مصر الاقتصاديه. تمام. فكل الاكل واللمه والفسحه والبهجه كلها والحصاد والخروج للمتنزهات القمح والحدائق. احنا دلوقتي القمح بدا. احنا مصر الفرعونيه لازم كان كل الدولة تبدأ تحصد مع بعض، ما فيش حد يحصد قبل التاني. لما ياخدوا إشارة من الملك إنه خلاص الأوان الحصاد وأزير وقف خلاص كلنا هنحصد القمح البلد كلها مع بعض. فده كان احتفال بالحصاد ولغاية النهاردة هو بدأ بدري شوية. الناس بدأت تحصد القمح وبدأ يتشون للدولة. فيعني هي دي أكتر الحاجات. طبعا يمكن بورسعيد من أكتر الحاجات اللي كان ولغايه النهارده لسه بيعملوا العروسه القش اللي لازم نحرقها. لانه العروسه القش هنا كانت بتمثل لنا الست الشرير. يعني الست من ساعه ما قتل اخوه كل رموز الشر وكل معاني وكلمات الشر اتخذت من اسمه هو نفسه. الست بقى الشات شيت شات شيطان. اتخذ من ساتن اتخذ منه كل الخداع الكذب كل الحاجات اللي مش لطيفه اتخذت منه عشان اللي عمله في اخوه عشان غدر باخوه. فاحنا كنا بنعمل في مصر الفرعونيه عروسه من القش ونحرقها لان ده العيد اللي لازم الشر يموت والخير يجي. فهو لازم يموت يتحرق وعشان أزير بقى والخير إذانا برجوع الخير مرة تانية. والحلو بقى اللطيف إنه العادة دي مش بس كان في بورسعيد، دي موجودة في حتت كتير في العالم على فكرة. يعني لو رحتي روسيا هتلاقي إنه في العيد ده اللي هو الإيستر حسب ما هم بيغيروا ميعاده لازم بيعملوا العروسة القش في حتت كتير. هم كانوا محرمينه مدة طويلة قالوا ده مش عيد مسيحي ورجعوا تاني يحتفلوا بيه بقوة من كام سنة وبيعملوا عروسه كبيره قش ويعملوا معبد كمان احيانا والناس كلها وساعات بيبقى شكل كوخ كده زي كوخ قش بيتعمل ويتحرق. ليه بقى القش؟ ما الناس مش عارفه لانه الفكره كلها المنفعيه من الموضوع. انت بتحصدي القمح وبتحصدي الزراعات المختلفه فانت لازم تطهري الارض والا تجيلك حشرات وتبقى حاجه مش كويسه. فده اعتبرناه شر الحاجه مش نظيفه أو لانها هتؤذي زرعنا هتأذينا هتجيب لنا حشرات وتجيب لنا دبان والى اخره. فدي شر فلازم نحرقه. وطبعا بنمثلناه بالقش اللي الصغير اللي بتبقى من القمح من حصاد القمح. عشان كده لازم يكون عروسه قش ولونها ذهبي لانه ده قش القمح لونه ذهبي. أيوة. ونحرقه. ويمكن راحت كمان لاسيا عيد النيروز لازم يعملوا حرايق. هم يعني نقلوها طبعا مصر الفرعونيه ما بيعملوش عروسه ولكن اكتفوا بانه بس حرايق وخلاص حاجه بس يعني بتعلن باذان الحرق كل ما هو مؤذي بالظبط. فده تطهير للارض وبعدين بعدها بقى
نهدي الدنيا، نقعد نرش الارض بالميه ونعملها لعبه ونقعد نرش بعض بالميه. ولغايه الان في اسيا لازم برضو يرشوا بعض بالميه، نفس الحكايه، هم مش عارفين ليه طبعا. بالظبط كده، لكن اصلها فرعوني. طيب احنا بقى كلمت حضرتك زي ما تفضلتي وقلتي على الاكلات وشكل مظاهر الاحتفال. الموسيقى اخبارها ايه كانت في الاحتفالات دي؟ الموسيقى في حياتنا في مصر الفرعونيه دي اساسيه. يعني زي ما مثلا تروحي بيتك على طول تفتحي التلفزيون او الراديو تسمعي مزيكا، دايما في كل البيوت كان لازم في موسيقى دايما. يعني في الناس وهي قاعده بتاكل يا اما بتجيب حد غالبا بيلعب مزيكا قدامها. لكن الموسيقى ده والاغاني ده العامل المشترك في كل احتفال، مش بس احتفالاتنا، حياتنا اليوميه. فدي كانت هي غذاء الروح. وكل الادوات الموسيقيه على فكره اختراع مصري فرعوني. الجيتار، الهارب والجيتار والعود ده مصري فرعوني. الجيتار والعود والسمسميه اللي بقت لو يعني حطيناها كده بقت القانون كمان. يعني السمسميه والقانون كمان. يعني عايزه اقول لك ان مثلا ان كلمه تخت يعني كلمه اصلها مصري فرعوني. كان في بجد يعني احنا بنقول تخت شرقي دي اصلا؟ لا ده تخت فرعوني. ده تخت فرعوني. كانت في واحده مسؤوله عن الموسيقى في المعبد، هي زي المايسترو في المعبد، وكانت دايما عازفه اسمها تخت، منها اتسمى فكره التخت. وكان حتى عشان التخت بيبقى يعني كان بيبقى لعب كده، فحتى منها جت في المدرسه الحاجه اللي بتبقى شكلها كده يقول لك تخته، يعني اللي هي عامله شبه ايوه اللي هو الديسك اللي بيتقعد عليه ده هو بس تخته. جميل. طبعا في حاجات يعني المصري القديم من خلال يعني حضرتك استعراضك ومن خلال القراءات ان مفيش حاجه بتيجي كده. يعني مثلا الاسماك المملحه لازم يبقى جنبها نوع من انواع الخضره، بصل، خس، ملانه. هنا هدفهم ايه من استخدام الخضروات دي مع الاسماك المملحه اللي كانوا بياكلوها في عيد شم النسيم؟ هو بشكل عام احنا قلنا احنا لما بننزل شم النسيم، بدايه من شم النسيم احنا بناخد معانا اكل كتير جدا زي اللي بناكله النهارده، فسيخ واسماك تانية، بقلاوه، بيض مسلوق ملون، والفطاير شم النسيم اللي فيها البيضه دي فرعوني طبعا. الفكره كلها انك بتاخدي معلبات كتيره قوي معاكي، لانه انت بتحصدي القمح على مدى كذا يوم، محدش فيبقى ناخد المؤونه بتاعه الاكل يعني. محدش فاضي يطبخ لها كده. طب انت في الغيط انت عندك حاجه بسيطه قوي، الملانه جنبك اللي هي الحمص، الملانه جنبك جاهزه، هتقطفي وتاكلي عشان تشبعي. الخاصه تاخدي من الغيط وتاكلي. فانت عندك عشان كده على فكره احنا بنقول انه شم النسيم هو ميلاد جديد لمصر، ومن هنا الملانه لما تنشف هي الحمص. عشان كده لغايه النهارده في كل الاماكن اللي فيها موالد لازم تاكلي حمص. من ايام من الفكره دي انه انك بتاكلي ملانه والحاجات الموجوده والى اخره كلها اكل مصري فرعوني. طبعا احنا عندنا قصص دينيه كتيره، ليه ناكل فسيخ وليه ناكل بيض وليه كده، بس هي الفكره كلها الناحيه المنفعيه انك عايزه اكل جاهز يقعد معاكي مده طويله، ما تشغليش بالك بالاكل. ما هو جت بقى الابحاث والطب جه قال ان هو فعلا استخدام الخضره دي مع الاسماك المملحه بيعمل التوازن المظبوط في المعده. الخس بالذات طبعا بيهدي جدا مع الفسيخ اللي بيحصل فيه. الفسيخ تسمحي لي هنا واحنا بنتكلم عن الفسيخ، لان في ناس كتير مصريين مش عارفين يعني ايه فسيخ. الفسيخ معناه سبعه، جاي من كلمة سفخ. سفخ بالمصري يعني سبعة. سفخ جاء منها سيفن، زيبن بالألماني، سبعة بالعربي. لما الكلمات احنا قلنا كانت بتبقى بسيطة قوي، تبدلي حرف وتاخدي منه نفس المعنى. فتبدلي حرف بقت من سفخ جاء كلمة فسخ، فسيخ، فسح، فسح، لأن السين والصاد حروف تبادلية، فجت منه كل الكلمات دي. ليه سبعة؟ ليه سميناه سبعة أو سبعاوي
زي ما بنقول. لانه بيتعمل في 7 ايام، لانه عندنا في مصر الفرعونيه اكتمال الميلاد بيكون في 7 ايام. فعشان كده احنا دلوقتي احنا قلنا ده اساسا ميلاد لمصر وميلاد لاله مصر اوزوريس. فانت اكتمال الميلاد لازم بيتم في 7 ايام، فاحنا بنيجي قبل العيد ب7 ايام نبدا نملح البتاع، نجهز نفسنا عشان هننزل الغيط نحصد القمح، فنبدا نعمله في 7 ايام وعشان كده ناكله. عشان كده من هنا جت كلمه اصل كلمه فسيخ اللي هي فسخ، ومنها جت كلمه فسخ على فكره. لانه انت لما بتاكليه بتفصلي حاجتين عن بعض، فاي حاجه بتاخد صفه ان انت بتفصلي حاجتين عن بعض، عشان كده فسخ الخطوبه. ايوه حاجتين عن بعض بالظبط كده. انا بسعد بالحوار مع حضرتك، وخصوصا اطلاقتك المشرقه في شم النسيم وفي الاعياد. كل سنه وحضرتك طيبه. بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره عزه سليمان، باحثه في الحضاره المصريه القديمه. شكرا لحضرتك. حضرتك طيبه. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معاكم زينه.